في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف الحال بالظبط، يعني مبهر بصراحة. يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن، أنا قليلين؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تشبيه عبقري. الغثاء هو كل ما هو ملوش وزن وبيطفو فوق السيل، الفقاقيع اللي بتفرقع الزبد. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في صدوركم الوهن. فقال قائل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت ما يجتمعوش أبدا مع فكرة الإيمان، استحالة. لأن الإيمان اللي عنده إيمان حقيقي من جواه هيبقى حابب ويتمنى إنه يستشهد في سبيل الحق، والحق هو الله. أنا بس عايز أقول نقطة قبل ما أكمل في الحتة دي، لأن أنا عارف السوشيال ميديا أغلبها في الزمن ده بتعمل إيه دلوقتي؟ تاخد أي حتة تقصقصها وتعمل منها أفلام بعيد عن الموضوع الحقيقي. أنا أحب أوضح بس كلمة: أنا لا بدعي أبدا إني رجل دين، ولا بدعي إني مثالي بالمرة. بالعكس، أنا إنسان بسيط وأقل من البسيط بكتير. إنسان بأخطئ وبأصيب وبأخطئ وبستغفر، وأكيد ليا أخطاء في حياتي ندمان عليها وبدعي ربنا يغفر لي، وربنا يهديني ويهديكم جميعا ويهدي الناس كلها. نرجع لموضوعنا. لما قعدت أبص وأقرأ شوية في الموضوع اكتشفت إن في آيات واضحة وصريحة قايلة الخلاصة، قايلة إن النصر ليه شروط. خلوني أقرأ عليكم كم آية. الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. دي آية. 2: إن تنصروا الله ينصركم. 3: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. غير ده كله، النصر مقرون ومنسوب لله دايما في القرآن. دي حاجة أنا أول مرة كنت أكتشفها. بسم الله الرحمن الرحيم: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. 2: إذا جاء نصر الله والفتح. 3: والله يؤيد بنصره من يشاء. صدق الله العظيم. هي واضحة كده ما فيهاش كلام. وربنا كمان من رحمته، أنا ملاحظ من قبل ما تشتد أحداث فلسطين مؤخرا، في نذر ربنا نزلها كتير. الأعمى يشوفها، زلازل، براكين، خسوفات، أوبئة. احنا عايشين في وقت نذر. الله سبحانه وتعالى من رحمته بينزل النذر قبل الأحداث العظام، واحنا داخلين على حاجات عظيمة واضحة جدا. والكلام ده مش كلامي أنا بفتي، الكلام ده موجود في الدين. اللي جاي لازم الإنسان يحدد فيه موقفه كأنها فرصة لأن الناس ترجع للطريق السليم. الطريق السليم أقصد بيه طريق الله من غير أي أجندات. طريق الله هنا فعلا لو سليم مش هيبقى فيه تنازع، مش هيبقى فيه أحزاب أبدا، استحالة. بسم الله الرحمن الرحيم: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله العظيم. مفيش وضوح أكتر من كده، كلام واضح واضح وصريح. لو أنت قاعد في بيتك، قاعد في بيت عيلة، وعندك شقة في بيت العيلة دي، ودخل عليك مجموعة بلطجية، ضربوك قدام مراتك، اغتصبوا مراتك، قتلوا شوية من عيالك، خدوا شوية من فلوس، عملوا كل استباحوا البيت. هل هنا هتقف تتكلم وتشجب وتندد؟ قال ده وقت كلام زي ده؟ لما يجتمع العيلة اللي في البيت العيلة دول يقفوا لك عند الباب ويقعدوا يشتموا فيهم، قال ده كافي؟ هم بيبلطجوا. البلطجي معروف لازم يسحق، لازم يباد. أول رئيس وزراء مسك عندهم في إسرائيل كان من أول تصريحاته بمنتهى الصراحة والفجاجة، وعادي الناس عدت الكلام عادي، والموضوع ده ما اتمسكش إنه إرهاب. قال إن قوتنا، معنى الكلام يعني إن قوتنا الرئيسية ليست في سلاحنا النووي،
ولكن هي في قدرتنا على تفتيت أكبر 3 دول عربية بالترتيب ويخشوا على الباقي بعد كده: العراق، سوريا، ومصر. وأغلب المخطط حصل بالفعل. ولما حصل في العراق كان نفس الموقف المخزي، مفيش حد بيتدخل. سوريا نفس الكلام، ما حصلش وحدة وناس خدت موقف خالص، اتاكلت. في قصة أنا فاكرها كويس جدا، كانت مأثرة في نفسيتي من وأنا طفل صغير، كان اسمها أكلت يوم أكل الثور الأبيض. القصة دي بتحكي الواقع بالملي، مرعبة. هو الواقع بتاعنا: أسد وثلاث تيران، واحد أبيض واحد أسود واحد أحمر بني يعني، حب ياكلوا انه مش عارف، يعني اتحادهم فيه قوه. راح للبني والاسود، قال لهم: الابيض ملفت، بيلفت نظر الاعداء ليكم وبيتكلم عنكم وحش، سيبوه لي اكله ويبقى لكم المرعى مفتوح، رزقكم يزيد وانا اكل نستفيد. عملوا صفقه معاه وسابوه له، كانوا فعلا. وراح للبني قال له: احنا لوننا زي بعض، الاسود مختلف، سيبهولي وكذا وكذا. عمل نفس الموقف لحد ما جه يوم الاخير وجاع وراح للبني. البني لحظتها فين؟ قال: اكلت يوم اكل الثور الابيض. انا عايز اقول لكم على حاجه، ان هم الاحبار عندهم اللي مذاكرين التوراه كويس قوي عارفين جدا ان الحركه اللي بيعملوها الصهاينه دلوقتي دي بدايه الزوال. ده وعد الله حق، وعمره ما يخلف ميعاده ابدا. يعني لازم ناخد بالاسباب. دلوقتي وقت حساس، يا تاخد طريق الله يا تاخد طريق الشيطان. ليه بقول الشيطان؟ لأن الصهاينة هم جيش الشيطان، اللي مش فاهم يدور ويبحث. دي الحقيقة. اللهم بلغت، اللهم فشهد.